يا ترى ايه سبب الحرايق المنتشرة اليومين دول؟ الحقيقة ان دي مش اول مرة تحصل في مصر. في يوم 21 مارس 2019 في مصنع كيميائي في العين السخنة، يوم عادي اتقلب فجأة لانفجار أثناء اختبار تشغيل خزان في المصنع، وده سبب إن الشغل يقف وحصلت خسائر كبيرة وكمان ناس اتأذوا. الشركة بدأت تحقق ايه اللي حصل وازاي كان ممكن نتجنبه، ومين الشخص اللي ممكن يمنع ده قبل ما يحصل. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، السيفتي اوفيسر أو السيفتي انجينير. طيب ايه وظيفة السيفتي اوفيسر أو السيفتي انجينير؟ هو الشخص المسؤول عن متابعة وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، علشان يحمي الموظفين ويمنع الحوادث ويضمن إن بيئة الشغل مطابقة للقوانين والمعايير. وزي ما شفنا المجال ده مهم ولا غنى عنه في أي مصنع أو شركة، محتاجين حد متخصص يتابع المخاطر ويمنع وقوعها قبل ما تحصل، وده كمان بيحافظ على الأرواح والممتلكات. تفتكروا مين يقدر يشتغلها؟ خريجي علوم وهندسة وزراعة أو أي كلية علمية، بشرط يكون عندهم تدريب أو كورسات في مجال السلامة والصحة المهنية زي أوشا أو نيبوش. طيب إيه الأماكن اللي ممكن تشتغل فيها؟ مصانع في كل المجالات، كيميائية، غذائية، أسمنت، بترول، أو شركات إنشاءات ومقاولات، ومواقع بترول وغاز، والموانئ والمطارات، أو تشتغل كمستشار سلامة مستقل. المهارات اللي هتحتاج تطورها: سوفت سكيلز زي التواصل الفعال والانتباه للتفاصيل وإدارة الأزمات، وتكنيكال سكيلز زي معرفة قوانين ومعايير السلامة ومعرفة الإسعافات الأولية. وفي مهارات تانية كتير هنتكلم عنها بالتفصيل في البوستات الجاية. لو مهتم بالمجال وحابب تعرف أكتر، تابعنا في السلسلة الجاية اللي هنتكلم فيها بشكل أعمق عن إزاي تبدأ وتبني نفسك كسيفتي أوفيسر أو سيفتي إنجينير محترف.